كلنا عم نسمع عن عودة ليو ميسي لبرشلونة. طيب شو صحة هالأخبار؟ وشو نحن محسن نتوقع مستقبل ليو ميسي بناء على المعطيات الظاهرة أمامنا وأمامكم؟ هل سيذهب إلى برشلونة أم هل سيذهب إلى الهلال السعودي أم هنالك وجهة أخرى؟ رح نحاول نتوقع عن الأمور بناء على التحليل المنطقي، وعندنا مهارتين رائعتين للأسطورة الأرجنتينية. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. كيف الصحة؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله أموركم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عم نسمع كثير اخبار عن عوده ليو ميسي على برشلونه. اليوم عندنا فيديو بسيط خفيف رح نقلد فيه مهارات للاسطوره الارجنتيني ليو ميسي، اسطوره نادي برشلونه الاول. وبالنسبه لعوده ميسي لبرشلونه، خير انت شو رايك؟ يعني ممكن يرجع ولا لا؟ بصراحه طبعا عودته محتمله لميسي. ايوه بجوز يعني يرجع، بس بده في شروط اكيده ليكون حتى رجعته. صحيح. انه يخفض، واحد منه انه يخفض راتبه. نعم. والثاني انه كمان يعني برشلونه تسعى لهالشيء، لانه برشلونه عليها ديون. صحيح. وبدها لازم انه توفر مصاري مشان انه تسجله بالليغا، لان الليغا بجوز ما توافق له. ايوه هيك فيعني ما يميسر كثير. لا يعني مو هالزياده، بس يعني حسب يعني اذا برشلونه بدها اياه ترجع، ويعني كثير هذا بتحسن هي بتظبط الامور ان شاء الله خير. عرف بالنسبه مثل ما قال خير الموضوع الليغا والرابطه الاسبانيه وفي شروط، وبرشلونه من غير شيء عليه يعني ديون مثل ما بيقولوا، والوضع الاقتصادي برشلونه مو باحسن حال، فصعب انه نجيبوا اي لاعب، يعني حتى لاعب مو انه هالراتب العالي. فما بالك بليو ميسي، راح يبيعوا كثير لاعبين حتى يجيبوه، راح يستغنوا عن كثير خدمات لاعبين، مثل يعني في كثير لاعبين ممكن حاليا ما عم يقدموا مستوى حلو، بس ممكن بالمستقبل يكون له مستوى حلو، مثل مثلا انسو فاتي وهالشباب رافينيا ممكن حتى يبيعوه. فصراحه صعبه وانا بحط احتمال 70% ما يرجع لبرشلونه. يلا عندنا هي اول مهاره بده يجيبها زكور، مر ركنيه يجيبها بالعارضه فوق، فبالتوفيق زكور. هي اول مره. يلا نشوف. جو. يلا جاهز زكور؟ جاهز. يلا روح، منتهي ان شاء الله. طابع محمود. يلا زكور، بدك تحاول تكون قوه بالشوطه، مع تحاول تلفها كمان. يعني قصدك مثل هيك؟ يلا هات لنشوف. قصدك مثل هيك؟ يلا هات لنشوف يا زكور. حلوة، حرام يا حرام، حلوة. يلا زكور، اللي هو هي اجت قريبة. يلا نحاول عن محاولة ثانية، ان شاء الله هديك بتجي ان شاء الله. هي ان شاء الله يا رب. حرام ما اجت. حلوة. هي الثانية كمان ما اجت قريبة عليها، بس ان شاء الله الثالثة ثابتة يا زكور. ان شاء الله. يا حرام. حلوة. يلا هي ان شاء الله بتيجي زكور. يا رب. يلا زكور، هي ان شاء الله بتجيبها. محمود. جو. بعطيك هي باص عيون. يلا روح. اوه حلو زكور. حلو كتنفيذ. والله كفو زكور، كفو يا سيدي. جابها من صعبة والله. صعبة، هي صعبة كثير صعبة جدا. بس جابها زكور. كفو زكور. يلا نروح على التحدي اللي بعده. يلا. يا زكور، هي المهارة الثالثة. بدك تبرك وتطرش فيها وتشوطها مباشرة على العارضة ان شاء الله. تمام. هلا هي على الجول هو ميسي شايطة. ايوه. بس انا بنجيب العارضة، يعني مش هتصير اصعب. تمام. المهارة هذيك مسوينها قبل، فبنجيب العارضة اصعب. يلا توكل على الله. محمود يلا روح. حلو زكور. حلوة. حلو زكور. حلوة. ايه حلوة. كور.
حلوة زكور، حلوة حلوة. ايه حلوة كفو. حلوة كفو. في امل. ايه حلوة كفو. حلوة حلوة كفو 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 كفو. يلا كفو يا زكورة هي حلوة. ايه حلوة حلوة حلوة. في امل في امل. ابو محمود. حلوة. روحي بقى. لا ما عبيت. زكور شفتك يا عابر. اي غير زكور سياراته مشان بلكي تزبط معه. لعبته. يا شباب والله العظيم. جو. ما عبت على اجري، ما عبت. كفو 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 كفو. يلا هي لك هي. الله. ايش هالحركة؟ حلو حلو حلو. ايش رايك؟ كويسة. ماشي حالها؟ علي. هي هسه كانت قوية. بس لازم تعطيني 20 محاولة عليك. اجر خير وعرضه ما بتصير. الله. بعد عدة محاولات زكور من عدة منطقة 16 ما حسن يجيبها. شد حاول عدة محاولات ما حسن يجيبها. كان في محاولتين قراب ما تصوروا. في محاولة قريبة هون من سويناها من منطقة الجزاء. اجت من أول محاولة. تحسب طيب؟ أنا من أول محاولة. أنا والله من أول محاولة. يعني شفته تعب يعني وهذا نحسب له إياها. أنتم كمان اكتبوا له بالتعليقات إذا تحسبوا له إياها ولا لا. بس من أول محاولة يعني من منطقة الجزاء. إيه والله من أول محاولة من منطقة الجزاء اجت معه. طيب اسمع عن جد قدام المتابعين أعطيني محاولة أخيرة. يلا جد روح. خلص محاولة أخيرة. خليك واقف، خليك لا توقف فيديو حتى. خلاص. حلو. خلاص ما بدي محاولات. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. كم تعليق هيك حلو مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.